السلام عليكم. لو انت لسه مخلص ثانويه عامه فالفيديو ده ليه. احب اقول لك، شايف الكتب اللي انا كنت ماسكها دي واللي انا متاكد ان انت معاك مجموعه حلوه كبيره قوي منها، اوعى تفكر بقى ان انت تحرقها ولا تقطعها ولا الكلام ده. اول نصيحه ليك مني في الفيديو، الكتب دي اتاكد ان انت تجمعها كلها وتديها لحد من الدفعه اللي لسه داخله جديده، وباذن الله كل مره يستخدم الكتب دي او يرجع لها فانت ليك اجر باذن الله. الحاجه التانيه، في الاسبوعين اللي هم فاضلين من دلوقتي لحد ما النتيجه تظهر باذن الله، اوعى تشغل وقتك في ان انت عمال تفكر في النتيجه او تحسب لها او تتوقع هتجيب كام، لان انا عايز اقول لك حاجه. بص، حرفيا مفيش حد بيحسب حاجه وبتيجي زي ما انت متوقع. وفكره ان انت تحسب فانت بتحط تارجت معين، انت ممكن تجيب مجموع حلو جدا بس للاسف كونك حاطط تارجت عالي، فده هيخلي حتى لو المجموع كان حلو هيخليك تتضايق بسبب ان انت محققتش التارجت اللي انت حاطه. لكن كونك ما تحسبش وما تحطش مجموع معين، ده هيخليك تفرح بالمجموع الحلو اللي باذن الله هتجيبه. في حاجه برضو عايز اقول لك عليها، حرفيا ياما ناس حسبوا مجاميع ولقوها وحشه جدا او لقوا المجموع مش اللي كانوا متوقعينه، لكن لقوا ان النتيجه احسن بكتير من اللي هم توقعوه. وللاسف ياما برضو حصل العكس، وانا مش بقول كده اللي هو مجرد كلام يجي في دماغي، لكن بجد انا شفت ده قدام عيني وعشت حاجات من دي برضو، سواء بقى في ثانويه عامه او حتى النتائج بعد ما اخلص. تالت حاجه، استغل الفتره دي في ان انت تقعد تقرا عن الكليات. وعشان اغلبكم ممكن يكون مش عارف ايه الفرق ما بين الكليه والجامعه، فانا عايز اقول لك ان طب دي كليه، صيدله دي كليه، هندسه دي كليه، علوم صحيه، تجاره، اسنان، كل دي تعتبر كليات. انما الجامعات دي، الجامعه دي هو المكان اللي بيضم عدد من الكليات. فجامعه بنها تعتبر جامعه، جامعه الجلاله، جامعه القاهره، جامعه عين شمس، دي تعتبر جامعات. انت اولا كده ابدا اقرا عن الكليات، خصوصا الكليات اللي ما كانتش في دماغك قبل كده. يعني لو انت واحد شايف ان كليه صيدله، كليه تجاره، كليه حقوق دي ابعد ما يكون عنك، اقرا عن الكليه دي واعرف تفاصيلها. وركز في ان انت برضو تقرا في الكليات اللي لسه ظاهره اليومين دول. في كليات الفتره اللي احنا فيها دي اتعمل عليها هايلايت جدا، زي كليه حاسبات ومعلومات، كليه الذكاء الاصطناعي، تجاره انجلش، كليه العلوم الصحيه، وكليه النانو تكنولوجي. الكليات دي طول الفترة اللي فاتت كان عليها غبار وما كانش حد بيركز فيهم قوي. الفترة اللي احنا فيها دي اتعمل عليهم هايلايت، وبدأت الكليات دي يبقى عليها طلب جدا، وكمان من الكليات اللي تعتبر انها بتطلع فلوس. فعشان كده بقول لك حاول بقى تبدأ تقرأ عن الكليات دي وتعرف هي ليه تعتبر كده. تاني حاجة، ابدأ اقرأ عن الجامعات. ولما بقول الجامعات ما بقولكش بس تقرأ عن الجامعات الحكومية زي جامعة عين شمس وجامعة القاهرة اللي يعتبروا أقوى جامعتين في مصر، لكن برضو بقول لك اقرأ عن الجامعات الخاصة. ما تخليش في حاجة ما تقرأش عنها، واعرف ايه هي الفرق ما بين الجامعة الخاصة والجامعة الأهلية اللي ظهروا الجداد في الفترة اللي فاتت. ما تسيبش أي حاجة عن الجامعات إلا وتقرأها. عايز أقول لك حاجة، في فكرة الجامعات مفيش جامعة هتلاقيها كاملة من حيث كل حاجة. يعني في جامعة مثلا هتلاقي شهادتها قوية جدا لكن النظام فيها مش أفضل حاجة، وجامعة هتلاقي النظام فيها أفضل حاجة بس الشهادة بتاعتها مش قوية جدا. جامعة هتلاقي الشهادة بتاعتها قوية والنظام بتاعها حلو بس الجامعة دي الدكاترة اللي فيها متعسفين مع الطلبة. في جامعه هتلاقي فيها الثلاث مزايا دول بس للاسف امتحاناتها بتكون صعبه وبيحاولوا يسقطوا الطلبه عشان ينزلوهم سمر عشان الجامعه تاخد فلوس. دي كلها سيناريوهات انت عمرك ما سمعت عنها قبل كده بس اوريدي موجوده. فانت شوف ايه المزايا اللي عاجباك وايه العيوب اللي انت مش هتقدر تتماشى معاها. فبما انك مش هتتماشى مع العيب ده يبقى انا هسيب الجامعه دي، لكن انا هتماشى مع العيب ده، لا خلاص الجامعه دي مناسبه ليا، فباذن الله لو جبت المجموع ودخلت الكليه هدخل مع دي. برضو شوف الجامعات القريبه منك وابدا ركز معاها، سواء بقى خاصه، حكوميه، اهليه، عامه. ابدا شوف الجامعات القريبه منك وركز عليها عشان دي هتكون افضل حاجه. موضوع القرب والبعد ده ساعات مش بيكون افضل حاجه ابدا. رابع حاجه، ابدا اقرا عن المنح، لان انت لا قدر الله ممكن يكون مثلا هدفك طب وتلاقي نفسك جايب 93 بس طب جبنا 94، ففاتك طب على 1%. او صيدله او اسنان او كليات كتيره جدا تلاقي الكليه راحت عليك بسبب نص في المية، 1%، فرق بسيط جدا، واحيانا بيكون فرق اكبر. فانا عايز اقول لك حاجه، في جامعات كتير اهليه وخاصه وحكوميه في مصر بتقدم منح، بس ركز على الاهليه والخاصه لان دول بيقدموا منح اكتر. جامعه زي جامعه ماست بتقدم منح كتير جدا، جامعه الجلاله. والمنح بيبقى فيها تفصيل، يعني مثلا لو جامعه زي جامعه سينا فاحب اقول لك دي بتقدم منح بس بشرط ان انت تكون سكنك قريب منها، يعني انت تكون من اهل الاسماعيليه او من اهل سينا. كل جامعه بقى هتلاقي بتحط كام شرط كده، اللي بتحط شرط ان انت تكون مجموعك فوق ال90، لا اللي حاطه فوق ال80، لا اللي بتقبل عدد معين، لا اللي بتقبل فئه معينه من المجتمع. فانت ابدا اقرا عن تفاصيل موضوع المنح ده واعرفه، عشان لو لا قدر الله المجموع ما جاش زي ما انت عايز تعرف ان انت من ضمن الحاجات اللي انت هتسعى فيها ان انت تسعى في موضوع المنح ده. خامس حاجه واللي هي اخر حاجه، في معرض بيتعمل بشكل سنوي في الفتره دي اسمه معرض ايديوجيت. معرض ايديوجيت ده انت لازم تحضره. المعرض ده بيبقى مجمع كل جامعات مصر موجوده في المعرض، بيبقوا باعتين ناس يعتبروا سبونسر ليهم، الناس دي يبداوا يكلموك عن الجامعه، يبداوا يعرفوك عنها، ناس بيمثلوهم كده. فانت ممكن تعرف كل تفاصيل جامعات مصر، ممكن تعرف كل المنح اللي بيقدموها. ممكن عايز اقول لك حرفيا بيبقى فيه كليات
كليات وجامعات من بره مصر جايين لو انت في هدفك السفر، سواء تركيا سواء المانيا سواء دول اوروبيه، سواء من الناس اللي لو انت هتسافر وتحب تدفع او عايز تسافر بمنحه، فبيبقى كل ده موجود في المعرض. وكمان حتى لو هتقدم على كليه خاصه بيبقوا عاملين عروض لو هتقدم وانت موجود هناك. فمتخيل كل ده جاي لك في مكان واحد. فما تفوتش اليوم ده وحاول حاول تحضر المعرض ده. هو بيتعمل كل سنه في كيمبنسكي، فيعني حاول ما تفوتوش باذن الله. اخر حاجه عايز اقول لك عليها بقى، ما تقلقش ابدا، ربنا مش بيضيع تعب حد. تعبك في ثانويه عامه هتلاقيه باذن الله في النتيجه، ما لقيتوش في النتيجه هتلاقيه في سفر، في جواز، في الاخره حتى، وده هيكون افضل حاجه ممكن تلاقيه فيها. صدقني ربنا ما بيضيعش تعب حد ابدا، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. انا عارف ان انت بالنسبه ليك كتفكيرك دلوقتي عندك النظر ضيق نوعا ما، وشايف ان هو لا، انا عايز التعب اللي انا تعبته في ثانويه عامه الاقيه في النتيجه وافرح اهلي، وحاسس ان حياتك كلها واقفه على النتيجه دي. بس انا عايز اقول لك والله هي مش واقفه عليها ابدا، وربنا مش بيضيع تعب حد، وباذن الله هتلاقيه. وبقول لك كده عن تجربه شخصيه وعن ناس شفتهم قدام عيني، مفيش حد ابدا تعبه بيروح، وايا يكن التعب فانت هتلاقيه في الدنيا قبل الاخره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.